بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا عندي عفن هبابي، قلنا العفن الهبابي اللي هو التلزيق بيبدأ معايا بتلزيق الورقة بتلمع اهي. خلاص احنا بنصور بالليل، كل اللي انت شايفه ده اهو لو انا حطيت ايدي عليه هنلاقيه ملزق اهو، ايدي بتلزق. كل دي أعراض إصابة مرض فطري اسمه العفن الهبابي. شوية هتلاقي الورقة دي كلها مسودة. علاج العفن الهبابي، علاج العفن الهبابي ان انا اعالج الحشرات القشريه، اصابه الحشرات القشريه والباقي الدقيقي اللي بيمص العصاره فيخرج العصاره بره، وفي الاخر يبقى عندي المشكله دي. طيب هل هو علاج الباقي الدقيقي فقط؟ لا، مش علاج الباقي الدقيقي فقط. لازم في علاج العفن الهبابي استخدم نحاس، ويكون في صوره اسيتات وجلوكونات نحاس. لازم استخدم في علاج العفن الهبابي حاجة زي جلوكونات النحاس اهي، خلاص، واسيتات النحاس. ده مكون فيه عنصرين، فيه جلوكونات نحاس واسيتات نحاس. لازم ارشه عشان اعالج الفطر. احنا عالجنا الحشرة ولكن اصبح عندنا فطر موجود على الورق، فمهما رشيت حشري برضه هتفضل الاصابة موجودة. فالحل في اسيتات وجلوكونات النحاس. اسيتات وجلوكونات النحاس بتخلص على مشكلة العفن الهبابي نهائيا مع الحفاظ على الرش الحشري. احنا دلوقتي بالليل، الساعة دلوقتي داخلة على 9. رش الجلوكونات والاسيتات لازم يبقى بالليل متأخر من بعد 8 مساء او الصبح بدري قبل الساعة 7 الصبح. لو رشيت الجلوكونات او الاسيتات في وقت الظهيرة او وقت العصر هيعمل شعوطة معاك في الورق. فلازم المادة دي تترش يا بالليل متأخر يا الصبح بدري جدا قبل الشمس ما تطلع. نفس المادة دي بنستخدمها بعد التقليم. لما بقلم الشجر باجي أقص في أي نبات، القص ده عبارة إن أنا عملت جرح. الجرح ده كائن حي، لازم أطهر مكان الجرح برضو بجلوكونات وأسيتات نحاس. لازم نستخدم دايما، لازم يكون عندي في الحديقة بتاعتي جلوكونات وأسيتات نحاس. ده حاجة مهمة جدا خاصة في علاج العفن الهبابي اللي احنا بنقول التلزيق اللي بيبقى فيه أوراق المانجا.